مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شطه صح. انا مهندس حامد احمد. النهارده معانا حلقه مهمه عن بند من بنود التشطيبات اللي هو بند الكهرباء. ده بند من اهم واخطر بنود التشطيبات. النهارده هنتكلم فيه بالتفصيل. اولا بند الكهرباء لازم نتاكد الاسلاك بتاعتنا اصليه 100%. تمام. وهنمشي بالنصايح اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي. ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه تمام. اول حاجه لازم نكون موزعين الفرش بتاعنا صح، وعاملين حساب كل حاجه، سواء التي في، سواء السرير، سواء الدولاب، اي حاجه في الفرش لازم نكون موزعينها صح عشان نعرف نوزع الاناره بتاعتنا صح ونوزع البرايز بتاعتنا صح. تاني حاجه لازم الكهربائي يشتغل بميزان ليزر ويشتغل بشرب، ما يشتغلش عشوائي. تالت حاجه لازم تعمل خط التكييف في الغرفه وخط التي في في الغرفه حتى لو مش هتركبه. رابع حاجه لازم تعمل حساب كشافات الطوارئ. تمام. خامس حاجه لازم تعمل حساب الكاميرا اللي قدام باب الشقه، دي للامان. بعد كده اطلب من الكهربائي سلك الدش يبقى لوحده بدون وصلات، ما يحطوش معاه الاناره، بدون وصلات من الغرفه لحد الطبق فوق بدون وصلات. اعمل حساب جرس المطبخ، واعمل حساب الجرس الشقه الرئيسي. جرس المطبخ مهم برضه. اعمل حساب كمان الدفتيري بتاع الطرق. كمان ما تنساش تعمل العلبه جايه من لوحه المعلومات للجبسن بورد، دي عشان تربط بيها خط الداتا. تمام. والساوند سيستم والتليفون، وتكون مفصوله تماما عن خط الاناره. تاني حاجه ما تنساش تعمل علبتين للشاشه مش علبه واحده. ليه؟ لان خط الدش لوحده وخط الكهرباء لوحده، ما ينفعش يبقوا مع بعض. واعمل حساب السقف المعلق، حتى لو مش هتعمله اعمل حسابه، احتمال تغير رايك بعدين يعني. وما تنساش تعمل برضو موتور الميه. موتور الميه لازم تعمل له مفتاح نايم جنب علب الاناره، تمام، في المطبخ، وواحد تاني في الحمام، ويبقى مفتاح دفتري. برضو ما تنساش تصور الشغل كل اللي انت عملت، اللي عمل الكهربائي، قبل ما تعمل محاره، عشان ما يجيش الصنايعي يفتح بالشنيور تلاقي خط كهرباء ولا حاجه. لما تكون مصوره هتلاقي الدنيا واضحه معاك اكتر. ولازم الكهربائي ينور لك الشقه قبل ما يمشي، علشان الصناعيه اللي بعدها هتحتاجها اكيد. دلوقتي هقول لكم على ارتفاعات العلب اللي لازم تخلي بالك منها كويس قوي وانت بتاسس الكهرباء. ارتفاع العلب الاناره من 115 ل 120 سم. ارتفاع البرايز من 30 ل 40 ل 50. فوق الركنه علب الاناره البرايز بتاعه الركنه بتبقى 80، من 80 ل 85. علب الكمود من 55 ل 70 سم. ارتفاع البرايز من الغساله والبوتاجاز وفلتر الميه من 50 ل 70. ابليك حوض الحمام والمرايه الليد وعلبه الشفاط او مخرج السخان من 170 ل 180. الشفاط اللي بيركب مفتاحه في العلبه اللي جنب الحوض على ارتفاع 180 سم. الشفاط اللي بيركب في الشباك مفتاحه في العلبه اللي جنب الحوض على ارتفاع 120 سم. الارتفاعات دي كلها بعد السيراميك مش قبل السيراميك. الارتفاعات دي كلها بناخدها من مستوى التشطيب بتاع السيراميك، مش مستوى الارضيه نفسها. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير. ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن بند السباكه، وكل حلقه ان شاء الله هنتكلم عن بند من بنود التشطيب. انا مهندس حامد احمد. سلام.